تعاقد نادي ليفربول الإنجليزي مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك قادما من نيوكاسل في صفقة قياسية بعد أسابيع من الجدل الواسع الذي أحاط بالانتقال. وأصدر النادي الإنجليزي بيانا رسميا يوم الاثنين يعلن خلاله إتمام تعاقده مع إيزاك الذي وقع على عقد طويل الأمد وسيرتدي القميص رقم 9 في مستهل رحلته بملعب أنفيلد. بحسب تقارير صحفية فإن الصفقة كلفت ليفربول مبلغا يتراوح بين 125 و 130 مليون جنيه استرليني ليصبح إيزاك أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. وعبر إيزاك عن سعادته البالغة بانتقاله لليفربول حيث قال: لقد مضت رحلة طويلة للوصول إلى هنا، سعيد للغاية بكوني جزءا من هذا الفريق وهذا النادي، هذا شيء أفخر به وأتطلع للمضي قدما فيه. وانضم إيزاك إلى نيوكاسل في صيف 2022 قادما من ريال سوسيداد ليسجل معه 62 هدفا خلال 109 مباريات. واختتم إيزاك تصريحاته بقوله: أعتقد أنني لدي الكثير لأقدمه وما زال لدي مساحة هائلة للتطور. أنا مهاجم لكنني أبذل قصارى جهدي دائما من أجل الفريق لتسجيل الأهداف في المقام الأول، لكنه بإمكان اللعب في مواقع مختلفة. أطمح للفوز هنا بكل شيء. أما نادي نيوكاسل فاكتفى بنشر بيان مقتضب يعلن خلاله بيع إيزاك في صفقة هي الأغلى في تاريخ بريطانيا، ولم يتضمن البيان أي تفاصيل أو شكر للاعب الذي تمرد على النادي في الآونة الأخيرة.